السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة معانا الصف الأول إعدادي وهنعمل مع بعض نشاط وعاء البيض. وعاء البيض بيعتمد إن إحنا هنحذف البيضة النية من الدور التاني من غير ما تنكسر. هنعمل وعاء هتحفظ البيضة دي. هنشوف طلبة الصف الأول إعدادي عاملينه إزاي ونتعرف عليهم. اسمك؟ سيف. احكي لي أنت هتعمل وعاء البيض بتاعك إزاي؟ إيه الأدوات بتاعتك؟ علبة. تمام؟ علبة بلاستيك؟ علبة بلاستيك واجيب كاس اغلفها. تمام. ونشارة. وريني النشارة كده. فين النشارة بتاعتك؟ هنا؟ صح كده؟ ادي النشارة. تمام. وبلالين. وبلالين ليه؟ عشان تقلل سرعة البيضة وهي نازلة في الوعاء بتاعها، فتقلل عملية الاصطدام. فكرة حلوة موضوع البالونة. ها سيف احمد عبد الحميد سليمان ربيع. عملت ايه يا سيف؟ جبت علبة خشب. تمام. واسفنجة. واسفنجة هتبطنها يعني؟ واكياس. واكياس برضو؟ هتلف فيها الايه؟ الاكياس. البيضة. هتلف البيضة في الاكياس. البيضة بتاعتك نية ولا مسلوقة؟ نية. ماشي. يلا يا عمر، البيضة بتاعتك ايه، نية ولا مسلوقة؟ نية. طبعا البيض كله ني صح؟ طيب تمام. ها هي عمر. جبت سفنجة وخشبة، حطيت السفنجة في الخشبة وكيس هغلف فيه البيضة واحطها في السفنجة واقفلها واربط البلالين عشان تقلل السرعة. تمام. ها اسم محمد حسن يوسف شهيد. يلا يا زيد عملت لنا ايه؟ بيضة وعلبة صفية ورمل بس. طب هنجرب فيها. ها محمود احمد محمد السيد. بيضة ووعاء من البلاستيك واكياس وسفنج وبلالين. تمام. محمد ياسر حمد. عملتي ايه محمد؟ علبة بلاستيك واسفنج، نحط البيضة في النص ونحط الاسفنج وبالون. طب وهتقفل طبعا العلبة صح؟ طيب تمام. يلا ابتدوا يا شباب اشتغلوا وغلفوا البيضة وشوفوا هتعملوا ايه عشان وعاء البيض يبقى محكم والبيضة مغلفة كويس عشان ما نحدفها من الدور التاني ما يجرالهاش حاجة. ايه ده؟ اللي حصل عندك؟ البيضة انكسرت. طب ليه يا محمد؟ ضغطت عليها جامد صح؟ طيب مش مشكلة، خد الأدوات بتاعتك وهنكمل مع زمايلك. يبقى احنا طبعا في آخر الفيديو هنقول ايه الإيجابيات وايه السلبيات بتاعتنا. كده تمام. خلصتوا التغليف بتاع وعاء البيض. هنطلع دلوقتي الدور التاني عشان نحذف الأوعية من فوق. يلا بينا. يلا بينا على الدور التاني. طبعا احنا كده في الدور الثاني وهنبدا نرمي وعاء البيض. احنا كده في الدور الثاني وهنبدا نرمي وعاء البيض. استعدوا هننزل تحت ونبدا نصور مع بعض. احذف الوعاء بتاعك. ادي وعاء سيف. تمام. عمر احذف الوعاء. وعاء عمر. سيف. ها يلا يا زياد. يلا انزلوا يا شباب عشان تشوفوا الاوعيه بتاعتكم. ادي اوعيه البيض. كل واحد يفتح وعاء البيض بتاعه يشوف ايه اللي حصل. ها يلا يا عمر شوف الوعاء بتاعك حصل فيه ايه. يلا يا سيف ورينا كده. زياد برافو عليك. فين الوعاء بتاعك اللي كان فيه ايه؟ رمل وكانت بالونه صح؟ تمام برافو عليك. وريني الوعاء بتاعك كان ايه؟ الوعاء بتاعك كان ايه؟ البلاستيك اوكي مفيش مشكله. ها سيف وريني الوعاء بتاعك كان شكله عامل ازاي؟
كان في نشاره وكانت بالونه برضو صح؟ وانت يا عمر برافو عليك، كان في بلالين برضو. تمام. وزياد برافو عليكم. يبقى التجربه نجحت. محمود بس هو الوعاء البيض بتاعه فشل. وسيف برضو، وريني يا سيف. البيضة بحاجة البيضه برضو انكسرت. طب يلا بينا على المعمل ونشوف الايجابيات والسلبيات. يلا بينا. دلوقتي احنا وصلنا للمرحله الاخيره من النشاط، وهنعرف ايه اسباب اللي خلت وعاء البيض يحافظ على البيضه، وايه الاسباب اللي خلت وعاء البيض ما يحافظش على البيضه. اول حاجه معانا سيف. سيف، انت الوعاء البيض بتاعك حافظ على البيضه ولا البيضه انكسرت؟ حافظ على البيضه. يا ترى ليه؟ عشان كان فيها نشاره مغلفه. مغلف بالنشاره، وايه تاني؟ مغلفة بالاكياس تمام. والكتمان بنغلق. واحكام الغلق. كنت حاطط بالونه؟ البالونه دي عملت ايه؟ قلل الصداع. قللت سرعه نزول وعاء البيض مع الجاذبيه الارضيه، وبالتالي قللت عمليه التصادم. تمام، برافو عليك. عمر، انت التجربه بتاعتك نجحت ولا فشلت؟ نجحت. قول لي الاسباب. عشان كنت حاطط سفنج وكانت محكمه الغلق. مغلف وعاء البيض بالاسفنج، وكان وعاء البيض محكم الغلق. تمام. زياد، التجربه بتاعتك نجحت ولا فشلت؟ نجحت. الاسباب يلا. كنت الرمل حافظ على البيضة وكنت حاطط الغطا عليه. محكم الغلق. محكمة الغلق. حاطط بالونه؟ كنت حاطط بالونه. عملت ايه البالونه؟ قللت السرعة. قللت سرعه نزول وعاء البيض مع الجاذبيه الارضيه، فبالتالي قللت عمليه التصادم. سيف، قول لنا بقى انت ليه البيضه بتاعتك انكسرت؟ ها؟ ما كنتش عشان حلو التغليف ما كانش كويس صح؟ ماشي وكده هتقولها التغليف ما كانش كويس للبيضه، وبعدين ما كانتش كمان الوعاء مغلق او محكم الغلق صح؟ طيب تمام. محمود، ما كانتش محكمه الغلق لذلك انكسر. تمام. انت برضو ما كنتش مغلف البيضه كويس، وما كانش محكم الغلق. كنت حاطط بلالين؟ كنت حاطط بالونه؟ طيب محمد، انت بقى ليه البيضه بتاعتك انكسرت؟ بحط البيضة اتكيت على واحد مكسور. وهو بيعمل التجربه اساسا وبيصمم وعاء البيض، ضغط جامد على البيضه، طبعا القشره بتاعتها ضعيفه فانكسرت في بدايه التجربه. احنا اي تجربه يا شباب بيبقى فيها لازم يكون فيها نسبه نجاح ونسبه فشل، بس احنا بنستنتج منها ايه الايجابيات وايه السلبيات. فانتوا النهارده التجربه بتاعتكم كلكم كانت جميله جدا جدا، وبشكركم جدا جدا. وزمايلكم يلا سباعيه يا شباب، 1 2 3. شكرا ليكم، شكرا ليكم.